يا صباح الخير والفل والياسمين. ونصيحة النهاردة هتكلم فيها معاكم عن امتى تكون محتاج للمهندس يكون معاك في تصميم وتنفيذ البيت، وامتى انت في غنى عنه. ناس كتير بتجيني في مراحل لسه في البداية خالص، وبيكون عنده مشاكل كتير جدا، معماري وديكور وفرش وتوزيع فرش وإضاءة ولايتنج وحيطان عايزة تتشال وحيطان عايزة تتبني. وبيكتفي بان هو ياخد الفكره المعماريه سكتشنج على رسمه، وبيقولي تمام انا كده مش شاكرين، مش عايز منك اي حاجه. انا بقعد اضحك بصراحه على الكيس دي او الحاله دي، لان هو فعلا مش عارف مصلحه نفسه. فببدا اقول له يعني انت كده تمام؟ يقول لي اه تمام، انا هستعين بقى ببنا وكهربائي. انت متخيلين يا جماعه 12 13 فني هو متخيل ان هو هيعرف يهندل بينهم؟ الحكايه هنا بتبقى خدعه. بيخدعها ليك عقلك وبيفهمك ان الموضوع بسيط، لان البيت ما هو الا خرابه كبيره. يعني هو لسه تراب وضلمه وشكله مش حلو. فانت بقى هتقعد بقى تأسس وتظبط وتعمل، وما بني على باطل فهو باطل. تيجي تتفاجئ بقى بعد ما البيت ينضف ويركب السيراميك، ايه ده مفيش مكان لكذا وكذا وكذا. لا انا كده محتاج مهندس. فيبدأ يفوق لان البيت نضف وبقى بيت، ابتدى يبقى ظهر. ويبدأ يكلمني ويقول لي تعالي الحقي، او هو نفس الشخصية او شخصية تانية. بقى انا هتكلم على ان في شوية ناس تانيين بيجولنا بيبقوا خلاص البيت نضف وخلصوا كل حاجة تقريبا، متعاقدين على الفرش ومتعاقدين على كل حاجة. دول بقى بيجوا جايين محتاسين جدا، يا باشمهندسة اعملي لنا تصميم والحقينا. الحق ايه يعني؟ الحق ايه؟ طيب انا عايزة بقى اعرفكم كويس قوي ايه دور المهندس، وامتى انت حضرتك بتبقى محتاج له وامتى حضرتك مش بتبقى محتاج له. مبدئيا كده، لما تبقى حضرتك مديت ايدك في المشروع او الشقة او الفيلا او المحل او كده، وانت خلاص بدأت الطريق، اللي بدأ الطريق يكمله. علشان انا مش عارفة مخيلتك عن المشروع كانت ازاي، ولو ابتديت استحضر معاك انت كنت عايز توصل لايه، هنلاقي ان انت مشيت في سكة تانية خالص غير اللي انت كنت ماشي فيها. فبالتالي طالما حضرتك بدأت المشروع، ما تلجأش للمهندس لما يبدأ يظهر ان هو بقى حاجة نظيفة، لان هيضطر المهندس يكسر كتير قوي. كمل الطريق اللي انت مشيت فيه. ولو الحكاية واقفة على بند جبسن بورد، شوية ألوان، خد استشارة وكمل. ما انصحكش تلجأ للتصميمات. التصميمات هتحط ايديها على اماكن الوجع، اماكن اللي حضرتك بوظتها من غير بلاننج، من غير تفكير، من غير تخطيط، من غير رسم، من غير فولو اب. فكمل واشتغل. ولو المشروع خلاص انت عايز تجدد، ساعتها بقى فكر في التكسير، لكن ما تقولناش في المرحلة الأخيرة اللي هي قبل آخر 2